السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم على المنظومه الجميله دي. قبل ما نبتدي عايزين شويه لايكات، كومنتات، ويعني اي استفسار يخص اسماك الزينه سيبوه لنا تحت في التعليقات، ويلا بينا نبتدي. صحيح، قبل ما نبتدي في يعني جملتين يعني مهمين جدا بسبب الفيديو اللي فات والمشاكل اللي حصلت في الفيديو اللي فات. استنوا لاخر الفيديو ويلا بينا. يا جماعه النظام ده نظام جميل جدا بسبب ان انت يعني مخلي مثلا السمكه بتاعتك او الزريعه بتاعتك تعيش في مساحه قد كده بالظبط، لكن هي فعلي عايشه في مساحه 200 لتر اللي هو الحوض اللي احنا حاطين فيه الصناديق، ودوت هتعرفوه على مدار الفيديو ازاي. اول حاجه هنحتاجوها حوض يكون كبير. الحوض ده يعني انا عن نفسي انا استعملت ال 200 لتر. طيب ال 200 لتر دول عشان خاطر نخلي الاسماك تنمو بسرعه. طب احنا ليه عاملين الموضوع ده؟ لان الاسماك سبحان الله بيبقى فيها حاجه اسمها فيرمونات. الفيرمونات دي السمكه بتفرزها، دي غير الهرمونات. السمكه بتفرزها عشان خاطر لما الميه تبتدي ان تتملى بالفيرمونات دي تبتدي السمكه تحدد المساحه اللي هي عايشه فيها. ديت آلية كده يعني سبحان الله، هو ربنا عملها في معظم انواع اسماك الزينه. الفيرمونات دي لما بتنتشر في الاحواض عندنا اللي هي مساحه ضيقه جدا بالنسبه للنهر اللي جايه منه، تبتدي ان هي يحصل لها عمليه تقزم، او ما بتكبرش او بتوقف نمو يعني بشكل مؤقت، بس لو عدت بالسن خلاص بيحصل لها عمليه التقزم. فاحنا بنتلاشى الموضوع دوت وبنخلي السمكه تنمو بشكل طبيعي وبشكل سريع جدا جدا جدا. لو ما جربتش الطريقه دي هتحس ان الاسماك الصغيره بتنمو بشكل بطيء. هتجرب الموضوع ده هتلاقيه يعني سرعه خارقه. طيب تاني حاجه هنحتاجه علبه زي دي، يعني ممكن من اول 3 أو 4 لتر زي دي. هنبتدي ان احنا هنخرمه خرم زي ده، خرم صغير، وهنقطعه السفنج بنفس المنظر ده بحيث ان هو يبقى داخل هنا تعشيق بالمنظر ده. جميل، او بالمنظر ده، هي دي اتكسرت يعني بالمنظر ده. طيب عشان نثبت ديت في الحوض في طريقتين، انا مشيت بواحده منهم بس انا صورت لكم الاثنين. في ان انت ممكن تثبت العلبه ديت بخشب شبه ما انا عامل، او ممكن بمسامير صلب. هحاول اجيب لكم الصوره احطها لكم على الشاشه. وفي الطريقه الثانيه الجميله قوي والسهله جدا جدا، عشان انا حطيت مجوز ما حطيتش علبه واحده. انت ممكن يعني ايه، انت ممكن ان انت ما تعملش الحجم ده بالظبط. يعني انا بديك مثال ان هم عايشين في مساحه صغيره، دي مساحتها بالظبط 4 لتر، وفي صغير منها دي مساحتها 2 لتر. طيب احنا هنرفعوا الميه ازاي بحيث ان هي تنزل للعلبه دي؟ احنا جبنا المواسير دي. المواسير دي هتلاقوها عند ادوات السباكه. الماسوره دي مرنه جدا 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 اهي السوق وخفيفه. ثالث حاجه هنحتاجوه وحاجه اساسيه جدا، وهنحتاجه المحابس دي. يعني مثلا هنحتاجه محبس اللي هو ده الاصفر، او اي محبس يخش في المقاس بتاع الخراطيم السيليكون اللي هي بتاعه الهواء. بس احنا مش هنستعمل الخراطيم بتاعه الهواء. السبب ببساطه عزيزي الهاوي ان الخراطيم اللي هي بتاعه تيارات الهواء ديت لما بيمشي او بيسير جواها ميه بتبتدي ان هي تطلع ماده جيلاتينيه، لان الخرطوم ده داخله جزء من الجيلاتين، فدوت هيسد المنظومه عندنا. احنا مش عايزين ان ده يحصل. دي خراطيم مخصصه للهواء. دي خراطيم الفلاتر بتاعه البيوت العاديه اللي هي 5 مراحل و7 مراحل والحاجات دي. انا جبت منها دي رخيصه جدا، مش عارف المتر ب2 او ب3 جنيه. هقول لكم الاسعار. الماسوره السوداء ديت صحيح عامله 5 جنيه المتر، وهنا المتر عامله 3-4 جنيه من الخراطيم دي، او ممكن اقل كمان. انا جايبها جمله. والمحبس زي دوت عامل 2 أو 3 جنيه. وفي القطعه دي مهمه جدا 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 جدا. القطعه دي بتخش زي كبس، يعني بتكبس في الماسوره. لما بتخرمها بالمنظر ده بتبتدي ان انت تدخلها في الماسوره فتبتدي ان هي تكبس. وهنحتاجه حبه شمع بس ايه عشان تثبت وما تسربش معايا. الفلتر الباور هيد انا ركبت فيه الماسوره دي، وقمت مركب فيها زاويه بحيث ان هي ترفع لفوق، وقمت مركب فيها زاويه تاني بحيث ان هي تمشي على مدار الحوض. انا ثبت الموضوع دوت لان انا ثبت الماسوره ديت على عود خشب عشان خاطر هي مرنه. انا عايزها تتفرد معايا، مش عايزها تفضل معوجه كده مع الطول اللي هو المتر.
هتفضل مقوسه. انا مش عايز الموضوع دوت. فلتر الباور هيد كافي جدا، ممكن تعمله بمضخه رفع يكون افضل وافضل وافضل، بس الفلتر الباور هيد انا شايفه كافي جدا وعامل لي ضغط محترم. وفي شيء برضو مهم جدا جدا جدا، لازم تجيب في الحوض دوت يا اوفر فلو، يا اما تجيب فلتر تاني باور هيد تنزله تحت، بحيث ان هو يحرك الميه ويفضل فيه دوره بيولوجيه تبتدي ان هي تعمل لنا بكتيريا، عشان الميه مع الوقت ما تتراكمش. هنبتدوا برضو بروتوكول تغيير الميه، وعايز مثلا تغير 10 لتر كل يوم مفيش مشاكل، ان هو الحمل البيولوجي بتاع الزريعه يعتبر مش حاجه. عايز تغير ربع الميه مثلا يا سيدي، قول كل كام، كل 5-6 ايام برضو مفيش مشاكل. عايز تكتر عايز تقلل، بس لازم يبقى فيه تغيير ميه. يا اما تعلق نباتات زينه او تحط جوه الحوض نباتات زينه واضاءه. انا ما كانش متوفر معايا الاضاءه، بس ان شاء الله هوريكم في حلقات جديده افضل نباتات تقدر تحطها على سطح الحوض وبتمتص الامونيا. النباتات دي بشكل شرس وشره جدا جدا جدا، غير نباتات احواض اسماك الزينه. لا، دي نباتات هوائيه تقدر ان انت تغمر الجذور بتاعتها في الارضيه، تغمر الجذور بتاعتها في الميه. يا اسطى انا حاسك كده ما عملتش لايك. حطوا لايكات، عايزين نوصلوا 2000 مشترك قبل 2023 وفاضل حوالي 10 ايام يعني او اقل كمان عقبال ما ينزل الفيديو ده. ظبطوا لنا اللايكات، ما تنسوش عجبكم الفيديو لايك تاني وشير وكومنت. واللي عنده اي تعليق واي استفسار يخص اسماك الزينه يا ريت يا ريت يا ريت يسيبها لنا في التعليقات. وديت افضل تعليقات من الفيديوهات اللي فاتت. انا حابب اشكر الناس دي جدا جدا جدا. الناس دي هنا والله بجد يعني، والحمد لله بقى فيه شويه دعم. وعايز اقول حاجه برضو مهمه للناس اللي هي يعني كانت اتضايقت جدا جدا ان انا ما قلتش اسعار في الفيديو اللي فاتت. عم يسري هو يعني من اقدم محلات الاسماك في مصر، فلازم تراعوا نقطه ان عم يسري قايل لي ما تقولش الاسعار. سالته ايه السبب، قال لي عشان خاطر اللي حواليه ياكلوا عيش، ان هو فعلي اسعاره قويه جدا. ويا ريت اللي اشترى منه اي حاجه يقول لنا الاسعار عنده عامله ازاي في التعليقات تحت. دي نقطه. النقطه الثانيه برضو عشان هو اكيد بيتعامل مع تجار بياخد منهم بسعر، فعشان برضو ما يضايقش التجار وما يضايقش المزارع اللي بياخد منها. وبس كده يعني، هو ده الاستفسار. باي.